ان كل اب يحافظ على بنته، عشان هو ممكن يضيع بنته كتير قوي. ممكن اضيع بنته؟ هو من غير اهتمام، ما بيسألش فيها، دايما حاطط الحاجات الهايفة في دماغه. أوقات السكوت بيبقى أصدق من 1000 رسالة، بس احنا قررنا نكتبها حتى لو مش هتوصل. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه بتاعتنا النهارده معنا ضيف. هنبدا نسال شويه اسئله. الضيفه اللي معانا النهارده حياء، اهلا بيكي. اهلا بك يا مستر. ايه الحاجه اللي لو اختفت من حياتك هتضيعي؟ ماما. لو اختفت من حياتك هتضيعي؟ ايوه. حد مش موجود في الحياه بس بتفتكريه دايما في رمضان؟ ايه ده؟ عشان لسه متوفية. لسه متوفيه؟ كانت قريبه منك جدا. تمام، ربنا يرحمها. اوقات كنت محتاجه شخص معين وفي وقت ما انت محتاجاه سيبك ومشي؟ حابه تقولي له حاجه؟ يعني مش دايما كنت ببقى محتاجاه موجود، عشان أغلبية الوقت ما كانش حطيتني في باله أصلا. فهو عادي، تمام. اللي هو أصلا مش في الدماغ. نعمه انت حاسه بيها اليومين دول؟ يعني حاسة بيها اليومين دول؟ لا، مش حاسة إن في حاجة راضي عنها اليومين دول بصراحة. يعني حاسه ان الدنيا مش احسن حاجه اليومين دول؟ تمام. رساله توجهها لشخص مش موجود معانا النهارده بس هتحبي توجهي له رساله، هتقولي له ايه في الرساله دي؟ لا، انا اتأذيت كتير، ففي ناس كتير قوي اذوني. شخص واحد بس، اختار شخص واحد بدون ذكر اسمه. شخص واحد؟ مش مسامحاه او مش مسامحاه. مش مسامحاه. عايز تقولي له رساله عتاب او حاجه؟ اتعاتبت كتير، فمش عايزه افضل المره دي العتاب زي كل مره. تمام. السكوت اوقات بيكون تقيل؟ بيكون كتمه مش تقيل. كتمه؟ تكتمي جواكي ليه زي؟ عشان مش عايزه اتكلم، لما اتكلمت اتأذيت. شخص نفسك تشكريه؟ شخص نفسي اشكره؟ وقف جنبي في حاجات كتير قوي، وعدل حاجات كتير هو ما كانش ليه ذنب فيها. تمام. نفسك تشكريه؟ اللي هو يفضل دايما جنبي، عشان انا ممكن من غير اضيقه، وبشكره على ان هو نعمه يعتبر الوحيد اللي في حياتي. لو دي اخر رساله هتقوليها في حياتك تحب تقولي فيها ايه؟ تحب اقول فيها ايه؟ ان كل اب يحافظ على بنته، عشان هو ممكن يضيع بنته كتير قوي. ممكن اضيع بنته؟ هو من غير اهتمام، ما بيسألش فيها، دايما حاطط الحاجات الهايفة في دماغه، وسايب رمي مسؤوليتها على ناس تانية هما ملهمش ذنب في اي حاجة. انت ضيعتي؟ ايوه. ولحد الان؟ ولحد الان ضياع. طب نفسي توجهي رسالة لباباكي؟ طب توجهي رسالة لأي أب تاني؟ إن الأب يحافظ على بنته ويطبطب عليها ويبقى حنين عليها، عشان ما تشحتش الحنية من حد. كنت تتمني إيه في حياتك غير إن أنت حسيتي إن أنت محرومة من الحنية ومن حد جنبك؟ كنت تتمني إيه؟ إن ماما متبعدش عننا، إن هي سافرت واتغربت عشاننا. عشانكم؟ ضيعت حياتها في السفر؟ ضيعت حياتها في السفر، واختي الصغيره طبعا ما شافتش منها حنيه، ان كانت لسه صغنونه، واحنا كنا ضيعنا ما بين الاثنين. لو رجع بيك الزمن ايه الحاجه اللي ما كنتش هتعمليها؟ لو رجع بيا الزمن اي حاجه ما كنتش تعملها؟ ما خليش طيبه الزياده تضيعني. ضيعتك قبل كده؟ ضيعتني كتير قوي. حسيت اوقات ان باباك ظلمك؟ كتير؟ قعد مقاطعني 2 سنين عشان حاجه انا ما اعرفش انا عملت حاجه، مش فاكره اصلا انا عملت ايه. انت مش عارفه انت كنت عامله ايه بس هو مقاطعك بدون سبب؟ قال لي انت بنتي ولا اعرفك، وربنا عليك اليوم الدين. وما صرحكش بالحقيقه اصلا اللي هو؟ عمي كلمني وعمتي كلمتني، ما فيش سبب. طب هو دلوقتي لحد الان هو لسه لا، هو الآن بيكلمني، ممكن سبب كده في شخص، بس لا، اما الاول لا مش بيكلمني. بيوحشك؟ كتير. اوقات بتبقى محتاجه جنبك؟ طول الوقت مش اوقات. طول الوقت محتاجه جنبك؟ بس من وانا صغيره هو مضيعني،
يعني وانا لسه صغيرة وانا ما شفتش حنية منه. يعني حتى الحنان ما حسيتهوش منه؟ حاسه انت كنت محتاجه ان هو يحتويك اكتر من كده؟ طب نفسك تقولي له هو حاجه كأب؟ اعيد لك السؤال ده تاني، نفسك تقولي له حاجه كأب؟ ان هو حاول يلمنا الفترة دي وما ضيعناش اكتر من كده. هو ضيعنا كلنا. انت واخواتك؟ انا واخواتي. كلكم نفس الكلام ده؟ مش بقى موجود معاكم في رمضان؟ كان موجود معاكم قبل كده طيب في رمضان؟ كان من فترة طويلة بقى، من 6 سنين كده. بتحس بوجوده في رمضان طيب؟ هو بيلمنا في رمضان بس دايما بيحصل مشاكل. طيب وكده بننهي الحلقة بتاعتنا مع حياء اللي حكت كلام من قلبها ووصلت رسالة لباباها، ونتمنى ان يرجعوا عيلة تاني ويحتويها تاني ويكون جنبها، لان الاب ما بيتعوضش بأي حد، لا حبيب ولا صديق ولا جوز ولا حد يقدر يعوض مكان الاب. نتمنى ان هو يرجع تاني ليهم ويحتويهم زي الاول، وبنشكر حياة على مشاركتها معانا بمشاعرها، وشكرا لكم. شكرا يا مستر.